بكل بساطة أكيد راح تنتهي هذه المبارزة بخسارة هذا الشخص اللي عمره 60 سنة، بغض النظر عن تاريخه العريق. تاريخ مليء بالفوز، تاريخ مشرف، تاريخ مليء بالميداليات، تاريخ مليء بالجوائز والكؤوس. الاثنين كسبانين، واحد 40 مليون دولار والثاني 20 مليون دولار. هاي الملاكمة اللي صارت بوجهة نظري كان متفق عليها تماما. واحد بده مصاري زيادة عن اللي عنده، واحد عنده نقص بالمصاري اللي موجودة عنده. سمعنا من يومين انه في مباراة راح تصير ما بين الملاكم العظيم بطل العالم مايك تايسون بعد اعتزاله، راح يرجع مرة تانية وهو عمره تقريبا 58 سنة، مع الملاكم الثاني اللي اسمه جيك بول عمره 27 سنة. واحد فجأة قرر يصير ملاكم. بكل بساطة قرروا هم الاثنين يعملوا مبارزة ما بين مايك تايسون وجيك بول. أكيد واو، الناس كلها متحمسة راح يرجعوا يشوفوا مايك تايسون، وبدنا نشوف مايك تايسون شو راح يعمل بهذا الخصم اللي اسمه جيك بول. الناس كلها متوقعة نتيجة المباراة انه مايك تايسون راح يفوز، بس نسيانين عامل كتير مهم اللي هو العمر. عمره 58 سنة، وقالوا انه اكيد راح ينهي خصمه من الضربة القاضية، لانه كمان مايك تايسون معروف بقبضته اللي بتنهي المباراة على طول لحظيا، ما بيخلي اللي قدامه يتنفس، على طول بنص الحلبة والمباراة منتهية. يا جماعة بأيام عز وقوة مايك تايسون أنا متأكد أنه التذكرة اللي بتشتريها على الفاضي، ما بتتهنى بالمباراة. من أول لحظة، من أول كم ثانية بتلاقي مايك تايسون وقع خصمه بالضربة القاضية، حرفيا عليه قبضة ما بتمناها لأوسخ عدو بالنسبة لإلي. ما راح أعمل تشويق بالقصة لأنه كلنا عرفنا نتيجة هاي المباراة. مايك تايسون خسر. متوقعة. أنا مستغرب إنه في ناس من صدمة من نتيجة هاي المباراة. لا يا جماعة الخير، واحد عمره 58 سنة والتاني عمره 27 سنة. يا جماعة الخير، تعرف أنا لو ما كنت ملاكم ما في داعي أكون ملاكم، وقدامي واحد عمره 80 سنة ممكن أمسك معه، يمكن يفوز علي بحكم الخبرة، ولكن ممكن أطول معه بحكم العمر، بحكم الهمة، بحكم القوة، بحكم كثير أشياء. بديهيا واحد عنده الدورة الدموية عم تضخ بطريقة ما شاء الله، القلب قوي، قلب الشباب. بس عشان الناس ما تتحمس كتير ويعني انه تنصدم كتير، طبعا هذا الشيء مبني على احساسي وارائي. المباراة متفق عليها. هلا حتقولي باسل شو هالذكاء، اكيد هم متفقين مع بعض على التاريخ المباراة. لا، انا قصدي انه كل شيء صار بالمباراة متفق عليه. يعني لما اجا خصم مايك تايسون واستفزه وراح مايك تايسون سفقه كف، هذا الشيء متفق عليه، انه عشان يزيد الحماس عند الجمهور، انه صار في بيناتهم شرارة قبل المباراة. يا ترى شو راح يصير بالمباراة؟ اذا قبل المباراة صار هيك، شو راح يصير بالمباراة؟ لانه بمرة من المرات حكى مايك تايسون انه نقطة ضعفه عنده قدمه، فلما دخل عليه جيك بول على طول دخل هو عم بزحف، ما بعرف شو هالحركة، على اساس انه حركه استفزازيه، وداس على طرف اصبعة مايك تايسون، فراح مايك تايسون سفقه كف واشتدوا مع بعض. دائما قبل المباريات اللي مثل هيك دائما بصير في هيك انه مباراة جانبية قبل المباراة الأساسية. I didn't even feel it. He's angry. He's an angry little elf. Mike Tyson, I thought that was a cute slap, buddy, but tomorrow you're getting knocked out. I'm getting him up, Burial. He hits like a It's personal now. It's personal now. He must die. والناس يلا ايه يلا ايه. عشان هيك عم بحكي لكم انه حتى هذا الموضوع متفق عليه لسبب واحد. انا عم بحكي لكم هيك لانه بنوعيه المباريات اللي زي هيك، قلت لكم الملاكمه والمصارعه، جميع انواع المصارعات بشكل عام، الفايز والخسران فايز. الفايز والخسران حيربحوا مصاري مش طبيعيه. يعني بالمباراه اللي صارت ما بين مايك تايسون وجيك، تقريبا جيك اخذ 40 مليون دولار ومايك تايسون
تقريبا 20 مليون دولار. ارقام مش عادية نهائيا. عادي انا بخسر 13 مرة واربح مليون دولار، ما عندي اي مشكلة. جيك بده يزود المصاري اللي هي اصلا موجودة عنده، ومايك تايسون وضعه المادي مش ولا بد. فالموضوع كله على بعضه ربحي بحت. هيجي واحد يقول لي باسل شو هالذكاء المخيف، يعني شو الشيء الجديد اللي انت اضفته؟ لا، ترى في ناس مش عارفة. اذا انت عارف احسنت، بس للناس اللي مش عارفة ماخذ الموضوع بجدية وتحدي مخيف جدا. وحرفيا قسما بالله امبارح كنت على السناب شات، لقيت طلع لي بالاكسبلور مايك تايسون هيك منزل صورة بالابيض والاسود وحاطط a day to remember، يعني بحزن، يعني عم مبين انه زعلان على اللي صار فيه. ومنزل صورة تانية كمان بالسناب شات حب يحكي فيها انه هذا موقف من المواقف اللي بتكون خسرت فيها ولكن بتضلك ربحان. مبين انه نوعا ما زعلان، ولكن انا بالنسبة لي شايف حالي اني فزت بسبب اني انا رجعت مرة تانية للحلبة، بس كمان بحكم انه مستخدم الابيض والاسود وحاطط الوجوه الحزينة نوعا ما، انه وجهه حزين، مبين انه زعلان على اللي صار بالمباراة. انا رأيي انه ما تزعل. يعني انت شو كنت متوقع؟ هل يعني نسيت حالك؟ هل انه ما كنت متوقع انه ممكن يصير فيك هيك؟ واحد قدامك شاب مفتول العضلات، كنت متوقع انه توقف او تقدر تواجهه على الاقل؟ ما بعرف كيف، بحكم انه اصلا جيك باخر 8 نزالات خاضها 6 منهم فاز فيها. يعني الرجال داخل ومكتسح، الرجال داخل وفاهم شو عم بيعمل. من كتر ما هو فاهم شو عم بيعمل، حكى جيك قال أنا كنت بقدر أنهي خصمي مايك تايسون باللكمة القاضية، ولكن أنا احترمت مسيرته واحترمت عمره، وكنت ضامن أني أنا حفوز بالنقاط. ملاكمة هي 8 جولات، إذا ما حدا نهى بالضرب القاضية بكل جولة بياخدوا مين كان أفضل، وبالأخير ببين مين الفائز. على كل حال الحدث كان كتير مهم، والناس كلها كانت مستنية لحالهم. على منصة نتفليكس كانوا عم يتابعوا المباراة ما يقارب 4 مليار مشاهد، يعني 250 مليون مشاهد ببث مباشر. انتم مستوعبين الرقم؟ يعني الدنيا كلها كانت عم بتشوف هاي المباراة، وكانت اصلا منتظرة النتيجة على احر من الجمر. واندرو تيت حكى قال انا مستحيل اقاتل واحد عمره 60 سنة، هذا الشيء من العار، عيب علينا نحن نقاتل واحد عجوز. اندرو تيت اهدى، هم عاملينها بس مشان المتعة، مش اكتر ولا اقل. على كل حال اوكي، جيك فاز طبيعي، هذا امر بديهي، حتى لو متفق عليه او مش متفق عليه كان جيك راح يفوز على واحد عمره 60 سنة. ومايك تايسون فعلا شخصية اسطورية، واحد كان مخيف، كان مخيف. ركزوا على هالجملة، لانه يعني انا بشوف انه مش جيك هو اكبر عدو لمايك تايسون، انا بشوف انه هو العمر له حق، هو اكبر عدو للانسان. فكانت هي حلقتنا لليوم، أتمنى تكون نالت إعجابكم. حبيت أجي أحكي لكم وأناقشكم بخبر صاير حاليا على كوكب الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.